على اول السنه كده كنت محبطه شويه، وبعدين كان في ريل عمال يطلع لي كل شويه الفيلم بتاع ذا لاست هوليداي. فانا قلت خلاص مش مشكله، يعني كنت حاسه ان انا متحمسه ان انا اتفرج عليه، خصوصا يعني في ناس كتير قوي قعدت يعني تشكر فيه وكده. المهم دخلت اتفرج على الفيلم، وعايزه اقول لكم ان الفيلم ده من اكتر الافلام اللي بجد ادتني طاقه في اول السنه، وخلتني احس انه يعني احنا ليه بنصعبها على نفسنا، انه فعلا ليه بنصعبها على نفسنا. واحيانا بحس انه يعني انا كنورهان ما بحبش ان انا اصعب حاجه على نفسي ايا كانت هي ايه، لكن احيانا اللي حوالينا بيحبوا يصعبوا الامور علينا، ما اعرفش ليه. لكن هقول لكم دلوقتي الفيلم ده بيتكلم عن ايه. بيتكلم على سيده بتعمل في احد المولات التجاريه، واتشخصت ان هي هتموت، بقالها باين يا شهر يا 3 شهور مش فاكره والله. فهي راحت تستقيل، وزعقت للمدير اللي كان دايما بيزعق معاها، وخدت حقها. وبعدين راحت صرفت الفلوس اللي معاها كلها، يعني الوديعة وكده، وفكت الفلوس بتاعة الاستقالة والحاجات دي، وقامت راحت تحقق أحلامها. كل الحاجات اللي هي كانت عايزة تعملها وكانت مأجلاها لحد ما تستقيل، او ان هي خلاص تكبر في السن وتقعد، فبقى تبدا ان هي تحقق الحاجات دي، لا بدات تحققها دلوقتي. فاللي هو كان دايما بيجي في بالي، هو انا ليه لازم يتقال لي ان انا هموت؟ علشان يعني ليه لازم يتحدد لي المده؟ ليه لازم يتحدد لي المده بتاعتي الموت بتاعتي علشان ابدا الحاجه اللي انا عايزه اعملها؟ ما ابداش من دلوقتي ليه؟ طب ما انا كده كده هموت، يعني احنا كلنا كده كده هنموت. فليه ما نبسطش على نفسنا الموضوع اكتر من كده؟ يعني ليه لازم اصعد في الامور واصعبها؟ ومش ما ابدا اعمل الحاجه اللي انا عايزاها، حرفيا ما ابدا اعمل الحاجه اللي انا عايزاها. ما اقول لا وقت ما انا عايزه اقول لا، ما امشي من المكان اللي انا مش عايزه اقعد فيه، ما اقول لا للناس اللي بتتنمر عليا، ما اروح الرحله الفلانيه. ليه ما اعملش كده؟ ليه لازم يتقال ان انا هموت علشان كل اللي حواليا يبداوا يتعاملوا معايا انه لا دي هتموت، يعني خلونا نساعدها تحقق احلامها؟ ليه ما نحقق احلامنا من دلوقتي يا جماعه؟ هو ايه ايه الموضوع ده؟ فلو انتوا عايزين فيلم تتفرجوا عليه، انا بنصحكم قوي ان انتوا تتفرجوا على The Last Holiday، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله يديكم يعني دفعه كده. بصوا انا واخده شهر واحد انه يعني اعزز من الثقة بالنفس، وانه اسهل عليا المواضيع اللي انا عايزة اعملها في الحياة، علشان الشهور الجاية ان شاء الله اكون كده، يبقى من جوايا كده عندي قد كده مخزون، يبقى عندي قد كده مخزون من السيلف كونفيدنس. انتوا كمان لازم يبقى عندكم مخزون رائع جدا من السيلف كونفيدنس. وبس كده، لما تتفرجوه تعالوا هنا وقولوا لي اتفرجتوا عليه ولا لا.